صباح الخير، صباح الفل عليكم. النهارده هعمل غدا بقى على مزاج حتومة ابني. انا بقول لماما ناكل ايه؟ قال لي ماما نفسي اكل ممبار. طيب نعمل جنبه ايه يا حتومة؟ نعمل لحمة؟ قال لا ماما انا نفسي اكل ممبار واكل معاه فرخة بلدي. قلت له يا قلبي ماما حاضر هعمل لك. وبعد كده بقى قمت بقى وطلعت ممبار عندي في الفريزر، وكان كمان عندي تسبيكة جاهزة وعملته. ما اخدش معايا ساعة بصراحة. يعني تسوية وحشو وكل حاجة ساعة. تمام. وطلعت كمان الفرخة البلدي واشتغلت الاكل كله. اقول لكم اخد معايا ساعة ونص، ساعتين بالكتير. تمام كده. اول حاجة طبعا الممبار لما فك خالص حطيته في مية فيها ليمون وفيها شوية ملح، والفرخة غسلتها كويس قوي. هي فرخة بلدي، وانتوا عارفين الفراخ البلدي العتائي اللي هي الكبيرة بتبقى ليها شكل معين. تمام. فهي كده الناس اللي فاهمة بقى في الطيور هتبقى فاهمة قصدي. تمام. دي ما كانتش كده يعني ايه، صغيرة، لا كانت كبيرة. بتبيض بقى لها سنتين يعني. تمام. هنا بقى خلطة المحشي، ودي تسبيكة جاهزة عندي. وخلطة المحشي طبعا حفظتوها، هي كزبرة وشبت وبقدونس وطماطمايه فريش وتوم والبهارات بتاعتي. بجيب بقى الممبار. عايزة تعمليه على بعضه تمام، عايزة تعمليه كده صوابع براحتك انتي واللي تفضليه. اهو. وكل شيخ بقى له طريقة في الحشو، لكن انا بصراحة بحب الطريقة دي. وبقطع صوابع 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 كده صغنطوطة على قد الشكل اللي انا بحبه. اهو. واحط كمان شوية زيت في خلطة المحشي، بيفلفله بيخليه حلو قوي. ولو حابة على فكرة، لو حابة طماطم فريش وطماطمية مقطعة كده، او طماطم مبشورة للممبار، بيبقى برضو لطيف جدا وحلو قوي. ان شاء الله اعمله معاكم بعد كده. الممبار الفريش او الممبار اللي بطماطم فريش. اهو. كان ضيق، ما كانش واسع قوي. اهو. طبعا ما اقدرش اتاخر عن طلب الحتومه ابدا. بصوا وريت لكم كده بقى انا هحشي الصباع هيبقى قد ايه. يعني عايزه اوريلكم ان ده الشكل بتاع صباع الممبار بتاعي، اللي هو يعني اكبر من صباع من حشو الكوسه والفلفل والبتنجان يعني، او هيبقى في نفس الحجم. بلاش الحاجات الاحجام الرهيبه اللي بنشوفها يعني. حاجه صغنطوطه كده بتبقى حلوه. اهو. بالمقص كده نظبطه بقى من فوق ومن تحت. اهو. تمام كده بقى. دي كمية الممبار اللي عندي اللي حشيتها. المية لازم تكون مية بتغلي، ما ينفعش تسقطيه في مية باردة خالص. هو اول لما بتسقطيه بيديلك الشكل ده. الممبار ما ينفعش ان احنا نعلي عليه النار، هيفرقع منك زي الحمام وزي الفراخ البلدي المحشية وكده. فهو نحطه كده وايه، نسيب المية تغلي شوية، ما بنغطيش عليه خالص. بعد كده بنغطي الغطا موارب، ما بنغطيش قوي يعني. طبعا الفرخة بتاعتي استوت. عملت لها بقى المرتة العادية خالص، كلكم بتعملوها. بصلاية وفلفل اسود بقى وكمون او كزبرة اللي تفضلي. انا بالنسبة لي حطيت شوية ملح وشوية بهارات فراخ. وفي المية حطيت بصل وحطيت ورق لوري وحبهان وشوية فلفل اسود وسقطتها. لازم وانتي بتمرطي بصلاية الحشو يكون فيها ملح. حابة بقى تضيفي شوية رز وتحطي شوية او نص معلقة صغننة سمنة بلدي وتمرطيهم مع بعض وتحشي. تمام. ولكن انا علشان خاطر اكتفيت بالممبار، مش عايزة يعني اكتر رز بقى وحاجات تتبقى وكده، فروحت عاملاها بصل بس. اهو. لكن الفراخ البلدي المحشية عملتها معاكم مرتين قبل كده، او 3 مرات كمان. هنا بقى انا مش هحمر الممبار في زيت، انا هحمره في الفرن من غير زيت يعني. اهو كده بقى الممبار بطلعه في صينية كده مفرودة وبسيبه يتهوى شوية. ما ينفعش ان احنا نحمر على طول او ندخله الفرن على طول، يعني نسيبه يهدى شوية. اهو. كل الكمية بتاعتي اهي. هعمل ايه بقى؟ مش هاخد زيت من
من ازازة. لا انا هاخد شوية من الوش اهو ده كده، شوية منه واحطهم على وش الممبار وادخله في الفرن. بصراحة كان طعمه يجنن وكانت ريحته تحفة، وبجد بقى تسلم ايدي. واستنى منكم كمان كومنت حلو كده تقولوا لي ايه رأيكم في الغدوة السريعة دي. بس هي غدوة بصراحة حتومة اللي اختارها واقترحها. حتى قلت له يا ماما الممبار، قال لي ماما هو لازم ممبار يعني لحمة؟ قلت له تصدق والله وجهة نظري حاتم، هو ليه احنا بنعمل الممبار دايما جنبه لحمة او كوارع؟ طب ما نعمله فعلا جنب فراخ. وكانت اول مرة في حياتي بعمل فيها الممبار بالطريقة دي. بس كده، متنسوش بقى لايك واشتراك في قناتي لو لسه ما اشتركتوش، وكومنت للحلقة بتاعتي لو عجبتكم. وهستنى منكم بقى ان شاء الله الفترة اللي جاية تعرفوني لو محتاجين حاجة قولولي. ده كده الممبار وهو بيتحمر في الفرن، شايفين اللون؟ روعة 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 بجد. بياخد وش، بعد كده بقلبه على وش تاني. والفرخة كمان بتتحمر في الفرن من غير اي زيوت خالص خالص. وغدوة لطيفة وخفيفة وجميلة وزي السكر اهو. الفرخة كانت صاحية تقريبا مش راضية تتقلب. اهو. بس كده، شوفوا بقى لما يخرج هوريلكم كمان لونه تحفة بجد، علشان تعرفوا الممبار استوى ولا لا. ما تفتحيش فيه حاجة خالص، هتطلعي ممبراية واحدة وتضغطي عليها. لو صباعك دخل لجوه يبقى تمام كده، الرز حلو. صباعك دخل ورد بسرعة يبقى لسه ما استواش. هعمل كمان شوية شوربة كده، شوربة شعرية بتبقى برضو لطيفة، الولاد بيحبوها اهو. بعد ما بنحمرها اللون اللي احنا حابينه بننزل بالشوربة وتغلي شوية، بعد كده بنطفي النار وبنسيبها لحد لما هي بقى ايه مع نفسها كده. لو حابة تحمريها في سمنة بلدي يبقى برضو هايل. وممكن بعد ما تحمريها تفضيها خالص من السمنة او من الزيت وتنزلي الشوربة، مش هتكون فيها دسم خالص وهتكون خفيفة. بس كده، دي كانت غدوة النهاردة، اتمنى تنال رضاكم وتعجبكم، واكون دايما انا وحلقاتي عند حسن ظنكم. ونتقابل في حلقة جديدة وجميلة زيكم يا حبايبي ان شاء الله. واي حاجة محتاجين عرفوني في الكومنتات، وعرفوني رأيكم كمان في الحلقة دي في كومنت لطيف زيكم. ونتقابل في حلقة جديدة قريب ان شاء الله. يلا حبايبي، باي باي.